اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. شهر مبارك علينا وعليكم وعلى امه المسلمين جميعا. النهارده اول سحور لشهر رمضان، يعود علينا وعليكم بخير يا رب. تعالوا بقى شوفوا احنا هنعمل السحور بتاعنا عامل ازاي. سموا الله ونصلي على الرسول في الكومنتات يا حبايب قلبي. اول حاجه انا جايبه كده معايا ايه، هنعمل سحور خفيف كده وسهل وبسيط في نفس الوقت، ايه مش هياخد ان شاء الله معانا وقت خالص. جايبه معايا بطاطس كده، همسكها اقشرها كلها واغسلها علشان هنحمر النهارده بطاطس. بصوا يا حبايبي، انا قشرت البطاطس اهيت عشان ما اطولش عليكم. همسكها بقى اقطعها. ايه قبل ما ابتدي اقطعها، تعالي كده معايا توتو كده على البوتاجاز. بصوا يا حبايبي، انا حطيت الاول هنا معايا بيض يتسلق، وهحط دلوقتي عليه نقطه خل واحط عليه رشه ملح. بس هعلق كده على الزيت معايا يسخن عقبال ما انا اقطع معايا البطاطس. تعالي يا توتو بقى كده معايا، بسم الله. احط بس كده معايا يا حبايبي ايه، هناخد رشه ملح كده عشان لما نيجي بس نقشر معانا البيض. هو صابح وبلدي بس عشان ايه يتقشر معانا سلس كده، بحب احط عليه رشه الملح. وعشان الاولاد ما يحسوش برضو باي ريحه من البيض، احب احط نقطه خل كده. الاولاد لو بيفزوا من البيض مش هيبقى فيه اي ريحه ولا فيه اي نسبه زفاره خالص. عقبال ما الزيت بتاعنا يسخن، تعالوا بقى بينا كده نقطع ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطس بتاعتنا كده صوابع علشان نحطها على البوتاجاز. عقبال ما تتحمر نكون جهزنا بقيه الايه، الحاجات الحلوه التانيه اللي هتحبش لنا صينيه السحور بتاع. بصوا يا حبايب قلبي كده خلاص، بعد ما قطعت البطاطس بتاعتي اهي هرجع اغسلها كمان مره. غسلتها برده كده شطفه عشان انا ما بحبش فيها اي نسبه نشا كده عشان تطلع معانا حلو. الزيت طبعا معايا قدح، ابعدي شويه يا توتو. بسم الله، صلوا على النبي يا حبايب قلبي. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى امه المسلمين جميعا يا رب. شفتوا كميه البطاطس بتاعتنا؟ عشان انا ما بحب اعمل اي لما اكون بعمل فلفل مقلي او بتنجان او بطاطس او كده، احب اخلص البطاطس الاول عشان ما تغمقش مني، وبعد كده براحتي خالص احط معايا ايه، طعميه، بتنجان، فلفل، اي حاجه انت عايزه تعمليها. او بعمل طاسه تانية ساعات. ساعات بحب اعمل طاسه تانية مثلا لو هحط فيها اي حاجه تانية. طبعا السحور بتاعنا جبنه قريش طبعا مع البطاطس، والبيض اللي بيتسلق على البوتاجاز معانا البيض البلدي. بس طبعا بنتي ما ملهاش في جبنه القريش، فلازم معايا احط جبنه تانية فيتا. فانا بقى هحط معانا في طبق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب معايا كده طبق وهنحط فيه ايه، خلطه الجبنه القريش الحلوه دي اللي تستاهل بقكم. بسم الله ما شاء الله. بصوا، عسل عسل عسل. هنعمل بقى ايه، بسم الله. هنجيب العلبه بتاعتنا التانية دي، هفتحها بالمقص عشان افضلها برضو منها حته. طبعا انا شطفت معايا علبه الجبنه دي الاول عشان بتبقى في المحل كده بحس ان كلها تراب. قبل ما احطها كده ولا استخدم منها واحط منها في الطبق، بحب اغسلها كده غسله من بره شطفه كده وهناخد منها. دي لو اتحطت جنب دي، عايزه اقول لكم بنتي ما بتاكلهاش. عيالكم زي عيالنا كده، في اللي بيحب الجبنه القريش وفي اللي ما بيحبهاش. بيغلبوني بصراحه في حكايه الجبنه والبيض واللبن والكلام ده كله. ربنا يحفظ اولادنا جميعا. بسم الله. احنا حطينا لها هي حته الجبنه اهي، الفيتا اللي هي عايزاها. ودي جبنه قريش، ممكن اعملها بطماطم دلوقتي وممكن اسيبها ساده على حسب ما هم عايزين. بصوا احنا لسه قدامنا شهر مبارك 30 يوم، فاحنا براحتنا بقى. انت في ايديكي تغيري بقى الاكل. لسه هنبتدي اول يوم كده مع بعضنا ونشوف هنعمل ايه. اغسل الخيارتين دولت والطماطميه دي وارجع لكم على طول. كده بقى ايه، غسلنا الخيار وغسلنا الخضار بتاعنا اللي احنا هنستخدمه اهو. بسم الله. قطع معانا كده خيار يترطب على قلبنا كده، وجايبين معانا خس بقى وايه، لقمه كده هنجهزها ان شاء الله. عسل كده تستاهل بقكم وتفتح النفس، ومش هتاخد معانا ان شاء الله وقت زي ما قلت لكم. هو الاكل والسحور ده اذواق. في ناس بتحب جبنه وخيارايه وخلاص وتقفل كده وتقول الحمد لله كده سحرنا. في ناس لازم بقى فول وطعميه والتحبيشه الحلوه بتاعتنا دي. احنا وسط، مره كده ومره كده اهو. بسم الله. قطعنا كده شويه خيار، نحطها جنب الجبنه اللي انا هخلصه نشيله على طول.
هنا بقى انا هعمل الجبنه القريش، بما ان الفيتا حطيناها في طبق، يبقى هعمل القريش كده بايه؟ بطماطم معانا وقرن شطه كده حلو. اخرط معايا الطماطم كده على طول صغنطوطه عشان اعمل بيها الايه، هحطها على الجبنه القريش بتاعتنا الحلوه دي. بسم الله. عشوائي بقى براحتك، مكعبات صغيره تقطعيها على الفلانشه. بص اللي يعجبك اعمليه، ده انت اللي هتاكليه ومش بصوا الحاجه اللي انت هتاكليها اعمليها. في ناس بتحب تقطع الحاجه كده ايه بتكنيك كده وفن، لازم تقطع الحاجه زي قد بعضها، وفي اللي بيحب يقطع كبير عشوائي وفي صغير. بصوا احنا فلاحي كده ببركه ربنا كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، مكعبات كده عاديه على طول. قطعنا كده الطماطمايه يا حبايب قلبي. هجيب معايا قرن شطه كده حلو، انا مش عارفه ده حار ولا بارد، عشان ساعات الشطه الرومي دي اوقات تبقى مولعه نار كده واوقات تلاقيها بارده خالص ما فيهاش اي نسبه شطه. انا هحط يعتبر نصه، مش هحط كله، سواء حار بقى بارد، وحتى لو حار هينكه لنا كده الجبنه يخليها طعمها حلو وتفتح النفس. حابه انت بقى في الخطوه دي بعد ما تخرطي الطماطم والشطه ديت تقومي حاطه عودين من البقدونس، بتبقى جميله وخطيره برده. حابه تسيبيها زي ما هي كده وتستكفي بيها حلوه، مش عايزه تحطي معاها خضار، ساعات بنقوم هرسينها وحاطين عليها رشه ملح ورشه شطه حمراء وزيت زيتون، بتبقى جميله وخفيفه برده وحلوه. بصوا انا بقول لك ايه، في كذا طريقه بتعملي بيها، بس اللي يناسبك واللي انت حابه تاكلي منه. بصوا كده نص قرن الشطه نستكفي بيه كده حلو قوي. هجيب بقى معايا هنا ايه، رشه من الكمون. بصراحه انا بحب احط على الجبنه القريش كمون وملح. هجيب بقى معايا الملح كده، بسم الله. احط رشه ملح كده حلوه، وهجيب معايا كده معلقه زيت. اللي بيحب بقى زيت زيتون ومتعود عليه بصراحه يبقى افضل واحسن، بس احنا بصراحه مش واخدين على زيت الزيتون قوي. ولو حد حبه هياكل منه التاني، مش بقيت اللي في الموجود في الشقه الاولاد مش هياكلوا منه، فبصراحه بحب احط زيت عادي عشان الكل ياكل. اجيب بقى معايا قطعه الجبنه القريش. بصوا صبحه وعسل، بصوا شكلها ما شاء الله تفتح النفس. الطبق ده لوحده كفايه كده، تجيبيه كده وتاكلي منه وتغمسي منه. ولازم يكون مع رغيف عيش متأمر، بتبقى النفس فيها والطعم الجبنه بقى اللي هي بطماطم وشطه دي مع العيش المتأمر كده وخيارتين، خلاص كده السندوتش بتاعك كمل. بصوا ما شاء الله. ههرسها بقى كده كلها علشان نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا كده حبايبي، خلصت كده معايا برضو الجبنه اهي. يبقى عملنا من السحور بتاعنا الخيار والجبنه بالطماطم والجبنه الفيتا. تعالوا بقى نعمل الحاجات دي كده في جنب، نجيب طبق الدقه ده نخليه هنا. تعالوا اما نبص بقى معانا كده على البطاطس. تعالوا يا توتي كده اوريهم بقى ايه البطاطس بتاعتنا كده اخبارها ايه. طبعا البطاطس دي لسه بجربها فاول مره اعمل منها. بسم الله الرحمن الرحيم. وان شاء الله تطلع تحميره. هي ما شاء الله هي شكلها تحمير، طالما ما اتحرقتش على طول وغابت معانا، يعني احنا عملنا الجبنه والخيار والحاجه اهي وهي غابت معانا، يبقى دي تحمير. عارفه لو اتلسوعت معاكي على طول تعرفي انها ايه، محلونه. بتنفع بقى، بس المحلونه ديت حتى لو انت حسيتي انها حرقت معاكي بتبقى حلوه معانا. او بنعملها في صينيه بطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. نعملها بطاطس مهروسه. بصوا ده بيت بلدي ما شاء الله، بصوا عامل ازاي. هاخده بقى معايا كده على الحوض واقشره على طول. ده البيت بقى اللي قشرناه اهو، بس ما شاء الله ده بيت بلدي 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 يعني. بس احنا بقى النهارده اول يوم، فيوم فيه شويه دلع في رمضان شويه. بصوا كده نحط رشه كمون، بسم الله، ورشه فلفل اسمر. ممكن بقى انت تقسميه نصين، تعمليه بمعلقه سمنه بلدي، تسيبيه زي ما هو، تعملي معاه جبنه اللي يناسبك واللي انت حابه اعمليه. بصوا كده، ورشه الملح ورشه الفلفل ورشه الكمون اهو. نحط ايه لحد ما نخلص بقيه الحاجات الحلوه بتاعتنا كده. طبعا هنعمل ايه طعميه وهنعمل معانا فول. استنى بس اما البطاطس تطلع معانا. بصوا البطاطس كده معايا على البوتاجاز اهي، استنى لما تطلع معايا اشيلها عشان اعمل الطعميه تكون سخنه هي والفول على طول. بصوا يا حبايبي بعد ما البطاطس كده بصوا ما شاء الله طلعت اهي الحمد لله تحمير وجميله اهي. اهي حطها مخرفشه معانا وزي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. حابه بقى ما تشربش معاكي زيت، في قلب الزيت كده، بس قبل ما تشغلي عليه عشان ما تطشطش معاكي وتدعي عليا، قبل ما تشغلي على الطاسه بتاعتك حطي معلقه خل في قلب الزيت، هتلاقي البطاطس معاكي مش شاربه زيت، هتلاقيها طارده الزيت منها كده. واحنا مع بعض كده اي معلومه بنجربها مع بعضنا
اي معلومه انا عارفاها اقولها لكم، وانتوا اي معلومه برضو انتوا عارفينها وانا بعمل اكل لو لقيتوها مختلفه عن بتاعتي وهتدي نكهه تانية او مختلفه قولوا لي برضو في الكومنتات، نبقى مع بعض كده اخوات وحبايب. بسم الله ما شاء الله. ادي البطاطس معايا كده طلعت زي الفل معايا. اول ما بتطلع معايا بصوا ما شاء الله، تعالي كده يا توتي، بقوم جايبه معايا هنا ايه رشه تدق عليها كده. بسم الله ما شاء الله، الف هنا وشفا للي. وادي البطاطس معانا طلعت. تعالوا بينا بقى كده نصفي الزيت بتاعنا كده حلو علشان هعمل فيه الطعميه. بعد اي حاجه بصراحه انا بعملها لازم اجيب معايا كده المصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. بس تاخدي بالك وانت بتعملي عشان ما يطرطش عليكي، ربنا يحفظنا جميعا. اي رواسب بقى مطرح البطاطس مطرح الطاسه، احنا عارفين ان دي طاسه آلية، اي حاجه في الجناب كده في الطاسه دي كده تنزل كده. بصوا نخلي الزيت رايق معانا كده خالص، اي شوائب بصوا تطلع معانا كده على طول نقوم شايلين. ليه؟ هقوم طافيه بقى على الزيت معايا. هتدفع عليه ليه يا ام احمد؟ علشان يرجع لطبيعته. بصوا كده، بصوا الزيت معايا رايق معايا خالص وبقى زي الفل. احطه بقى كده معايا لحد ما يهدى عشان هنعمل بيه طعميه. تعالوا مع بعض نعمل الفول كده الاول. بسم الله. هنشيل بقى المصفى اللي احنا صفينا بيها دي. هشغل معايا كده البوتاجاز ونعمل شويه فول كده عسل. النهارده انا كنت هعمله بطماطم بس قلت لا، هنعمله النهارده اول يوم كده خليها خفيفه كده حلوه. احط معلقتين كده زيت. هنعمله بالطحينه. واجيب معايا كده الكيس الفول. بسم الله. انا ما بحبش اقدح الزيت، في ناس بتحب تقدحه، لا بحس ان طعم الفول طعمه محروق او مشيط سنه، لا انا بحب احطه كده على الزيت على البارد. جربي الطريقه دي وجربي دي هتعرفي قصدي انا ايه. لو انت بتحبيه قادح هتعرفي ان في ناس بتحب طعم لا مش ناقصين حرقه قلب، فاحنا بنعمله كده بصراحه بيبقى معانا جميل وزي الفل. بصوا كده هنحط معانا رشه الملح بتاعتنا الحلوه. بسم الله. ومعايا هنا رشه الكمون. بسم الله. وهقوم واخده معايا كده معلقه طحينه كده حلوه. بصوا كده الطحينه بتاعتي اهي مش كتير عشان منى بنتي بتشاور لي من ورا التليفون ما بتحبش الطحينه. هي اي حاجه فيها فايده البنات بتغلف فيها. بسم الله. هناخد بقى معانا كده ايه شويه ميه صغيرين. بصوا قد ايه ادلقهم كده على الفول. ليه يا ام احمد؟ عشان انا هدمج طبق الفول، مش اي طبق فول يتعمل كده وخلاص، لا انت ظبطتي معاكي الحاجه. هنطبخه بقى كده الفول نطبخه مظبوط، مش دلقنا كده وخلاص لا. بصوا كده انا بحب اعمله على البارد كده. جربي الطريقه بتاعتي هتعجبك قوي ان شاء الله. بس ما شاء الله. ومره نعمله مع بعض بالنفس بتاع اللي معمول بالسلطه في المطعم بعمله بيبقى حلو قوي قوي قوي. اللي انتوا بتجيبوه جاهز اللي في السندوتشات ده مره برضه نعمله مع بعض. لسه قدامنا ايه ما شاء الله، ده احنا لسه اول يوم سكرات. لازم وانت واقفه كده حته في ايديكي كده وماسكه معاكي الطبق وتقومي جايبه معاكي المعلقه، ولازم وانت واقفه تقلبي كده. التقليب ده بيغير لون الفول ونفسه وطعمه وكل حاجه. كل ما هتقلبي هتلاقي لون الفول فتح معاكي. حتى لو انت مش حاطه طحينه ما تحطيش طحينه. جربي، انا يا ريتني ما كنت حطيتها دلوقتي. لو ما كنتش حطيت طحينه كنت عايزه اوريكم خطوه ان انت تقعدي تقلبي هتحسي ان انت حاطه مغرقه الفول ده طحينه وهو ما فيهوش نقطه طحينه. ليه؟ علشان انت واقفه تقلبي فيه بتطبخيه بتدمجيه كويس. بصوا ما شاء الله. وطبعا في عندي بيحب الفوله بفولتها وفي اللي بيحب ميه الفول بس، فاحنا بقى عشان كده انا بقوم حاطه شويه الميه دول وادمج معايا كده الفوله تاني وانا واقفه اقلب فيه لحد ما الفوله معايا كده احس ان هيبقبق معايا. اقوم شايلاه على طول من على النار. هتاكلي احلى شويه فول. حابه بقى بعد ما تحطي عليه ليمون، بعد ما تطفي عليه النار تعصري عليه نص ليمونه كده من على الوش. ما تحطيش الليمون هو على البوتاجاز. بصي ما شاء الله. خليني اقلب كده لحد ما احس انه هيبقبق هيبقبق معايا كده ويغلي. اقوم طفي عليه على طول. بصوا حبايبي اول ما يبتدي يبقبق معانا كده باين معاكم في الكاميرا يا رب يكون باين كده خلاص اندمج معانا وبقى زي الفل. بصوا لونه وشكله ما شاء الله. ما نيجي نفضيه بقى في الطبق تحطي عشان ما يبقاش الوش كده. ما نيجي نفضيها اوريه لكم برده. تعالوا بنشغل بقى معانا كده على الزيت عشان نعمل مع بعض كده شويه الطعميه. الطعميه النهارده اهي احنا جايبين العجينه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا جايبين ب5 جنيه عجينه هنعملها بقى احنا في البيت ايه الطعميه براحتنا. بسم الله. عشان احنا ما بنجيبش طعميه سخنه خالص من المطعم
عشان احنا براحتنا بقى وقت ما نجوع هنعمل. بجيب حبه ميه كده او زيت عادي اللي يناسبك، ممكن تعملي المعلقه كده بالزيت تاخدي معاكي كده الطعميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده معايا، انت معايا توتو هنا في الطبق ولا انت فين؟ بصوا باخد معايا كده نسبه العجينه بتاعتك اللي انت حباها اهي، ننزلها كده معانا واقوم ضغطه عليها ضغطه كده عشان ما تبقاش من جوه عجين. بصوا بعمل بالميه كده واقوم واخده كده معايا ميه زيت اللي يناسبك بالشكل ده كده. حطي بقى انت معاكي على الوش عايزه تحطي كزبره، تحطي سمسم، بتبقى جميله. انا عندي بصراحه انا وجوزي بنحبها بالسمسم، بس عيالي بيحبوها ايه ساده، فانا بقوم عامله قسمه البلد نصين، ساعات اعملها نص كده ونص كده، وساعات او ماسكاها بعد ما تطلع رش على وشها شويه سمسم صغيرين كده وكزبره، اللي هو خدعه اتعملت دي اهي بالشكل ده كده. وهحط برده معايا، بصوا وريهم كده يا توتو، لازم كده معايا الطبق هنا فيه ميه، والله جميله بتبقى مطعميه كده مورده وصغنطوطه كده. بس احنا النهارده هنعملها كلها كبيره بالشكل ده كده. بصوا ما شاء الله ب5 جنيه طعميه قد ايه، كميه محترمه. ده احنا كمان زياده علينا النهارده السحور، بس احنا يلا قلنا ايه بما ان اول يوم ندلعهم كده ونعمل بقى المتاح عندنا وربنا يرزق بقى باللي جاي. بسم الله ما شاء الله. اخر طعميه معانا اهي. حابه بقى انت تحطي على الوش كده زي ما قلت لك شويه سمسم كده وكزبره هتثبت معاكي على الطعميه. حابه تعمليها بايديكي برضو اللي يناسبك، بس ديت اسهل حاجه بنعملها بصراحه كده بالميه على طول وبالمعلقه، بتطلع معانا جميله وسهله وبتطلع شكلها كده مناسب معاكي في الطبق، ما تبقاش كده ايه منحكشه معاكي. اجيب معايا الماسك بسم الله علشان نقلب معانا الطعميه نلاقيها ايه. بصوا كده ما شاء الله. لا دي لسه شويه، نستنى بقى كده دي لما تاخد لون ونقلبها. انا بقلب على طول ليه؟ عشان انا بحب تستوي من جميع الاتجاهات، ما تبقاش محمره قوي وفي نفس الوقت من جوه عجين، لا تبقى معانا الطعميه مستويه كده حلو. بصوا حبايبي بقى الطعميه كده معايا، بصوا اقلب فيها كده لحد ما احس ان الاتجاهات بتاعتها بصوا كلها لونها ذهبي كده وحلوه، بنحبها مخرفشه كده حلوه، بس مش مقلوحه وناشفه كده، لا واخده برضو ايه وضعها كده حلو. اللي بيحبها بقى طريه يطلعها نص سوا. بصوا انا بصفيها ازاي بالماسك، بصوا عشان ما تبقاش شاربه زيت، احنا عارفين ان الطعميه اصلا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا المنظر ده، بس تبقي متحكمه فيه عشان لو مش ماسكاها كويس وعملتي كده والزيت نطور عليكي ما تدعيش عليا. بصوا بقى قرن الشطه الحلو ده اللي يفتح النفس لازم نحطه كده معانا. نحط واحد معانا كده على وش البطاطس، واحد معانا كده جنب الطعميه. بسم الله ما شاء الله على صينيه السحور بتاعتنا العسل اللي تستاهل بقكم ما شاء الله، لا قوه الا بالله. طبعا الفول احنا هنحطه بالشكل ده اكيد لا. بصوا كده معانا بسم الله. تعالي كده يا توتي ما نوريهم هنعمل ايه. هشغل معايا كده على الفول كده ثانيه، عشان انا بحب كل حاجه كده تبقى معانا سخنه كده. وطبعا جبنا معانا الخس ومسكناه غسلناه، انا طبعا بحب اجيب معايا الخس كده. بصوا بالمنظر ده كده بجيب الخس معايا بمسكه اخد منه الورق بتاعنا، هنبقى نعمله مع بعض محشي، انا شايلاه في التلاجة. وبمسكه اغسله تحت الحنفيه واقوم جايبه طبق حاطه فيه ميه ومعلقتين خل وحطاه واشطفه كده كويس قوي، تاكلي منه كده وانت ليه بص نفسك مفتوحه تاكلي منه. بص كده من جميع الاتجاهات من جوه كده يبقى معاكي قشطه كده، يبقى معاكي زي الفل كده. بصوا بالمنظر ده كده ما يبقاش فيه اي نسبه طينه ولا رواسب ولا اي حاجه، بس لازم تعملي معاه نقطه الخل ديت بتفرق كتير. هجيب معايا بصوا الفول كده سخن هنطفي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هدلقه معايا كده بسم الله ما شاء الله. عنديني كده يا توتو اما اجيب معلقه. بصوا حبايبي بقى بقوم جايبه معايا بعد ما دلقت الفول كده بسم الله الرحمن الرحيم حاجه بسيطه خالص من الزيت كده. ليه؟ عشان ما يبقاش معاكي مجبس كده ووشه يبقى ناشف من على الوش، لا يبقى معاكوا كده بصوا ما شاء الله. بصوا الشكل يفضل معاكي كده زي ما بتشوفيه بره في العربيات. تعالوا اما ناخد رشه دقه كده نحطها معانا على قرن الشطه الحلو ده، وهنا برده عشان يبقى مملح معانا كده وحلو. ونقوم واخدين رشه الكزبره الحلوه ديت على ايه على الطعميه، تفرق في الطعم اكيد. كده خلصنا السحور بتاعنا والخس اهوت مغسول معانا وزي الفل. تعالوا بقى كده شوفوا صينيه السحور بتاعتنا اللي تفتح النفس دي. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله.
شهر مبارك عليكم يا حبايب قلبي. ما تنسوش تعملوا لايك، واللي مش عامل اشتراك يشترك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.